مسلسل بالطو أحدث إصدارات منصة واتش. مسلسل كوميدي من بطولات شابة أو وجوه جديدة يعتبر، أو وجوه عملت أعمال قبل كده بس مش أبطال أو نجوم كبار يعني. وطبعا بيشاركهم في البطولة نجوم احنا عارفينهم اوريدي، ناس تقيلة وحلوين وفي ضيوف شرف حلوة وكل الكلام ده. والعمل من بطولة الفنان الشاب عصام عمر. فهل يا ترى الفيلم بالتشكيلة دي اللي أحمد كمال طول عمره عمال يزن وعمال يقول يا جماعة الشباب وركزوا في الوجوه الجديدة، مش لازم كل حاجة نجوم، ولو في مشكلة في التأليف أو في الكتابة روحوا للكتب، يعني الأعمال من كتب بتبقى أحلى الأعمال عموما. فهل يا ترى التشكيلة دي نفعت ولا لأ؟ كل ده هنتكلم عليه في الحلقة دي. بس قبل ما نبتدي الحلقة بقى بتوع أفلام، اظبطوني لايكات كتيرة جدا جدا جدا، وشير وسبسكرايب للشانل لو لأول مرة. طبعا عايزكم تشتركوا على الانستجرام بيج وفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقة أول بأول. ويلا بينا نخش في الحلقة. اهلا وسهلا عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. زي ما قلت لكم بتوع افلام، مسلسل بالطو مع حفظ الالقاب للجميع من بطوله الفنان عصام عمر والفنان محمد محمود والفنان محمود البزاوي اللي لسه ما ظهرش حتى الان بعد اول حلقتين، والفنان عارفه عبد الرسول والفنان محمود حافظ والفنان محمد رضوان والفنانه مريم الجندي. والمسلسل حتى الان يا بتوع افلام نزل منه حلقتين بس، وبيتعرض كل 4 حلقتين، والمسلسل يتكون كله على بعض 10 حلقات. المسلسل من اخراج المخرج الشاب عمر المهندس، وبنبسط جدا كل ما انا اقول الشاب عشان هتكلم براحتي. المخرج عمر المهندس هو حفيد الأسطورة، أسطورة الكوميديا في تاريخ الوطن العربي الكبير العظيم فؤاد المهندس. وطبعا لو انت شفت شكله كده فهو مألوف عليك طبعا من فيلم ألف مبروك، لو تفتكروا سعيد اللي ما كانش بيغسل ايده بعد البيبي. هو ده المخرج بتاعه. وايضا هذا العمل من تأليف الكاتب والدكتور احمد عاطف. هو دكتور شاب، ويعتبر هذا العمل يعني مش يومياته او مذكراته، يعني حاجه شبه زي كده. انا ما قريتش الكتاب الصراحه، بس انا ناوي اجيب الكتاب بعد ما شفت المسلسل. وطبعا يا بتوع افلام زي ما انتم متعودين مني على طول، قبل ما نخش على الايجابيات والسلبيات وكل الكلام ده، هل المسلسل حلو؟ هل يستاهل يا ابو حميد ان انا اتابعه اتفرج عليه وكل الكلام ده؟ احب اقول لك قبل ما نخش على اي حاجه، انا العمل ده بالنسبه لي واحد من احلى الاعمال الكوميديه اللي شفتها من فتره طويله جدا. مش بكلمك مثلا على موضوع عائلي او اللعبه او كده، لا، انا بكلمك على نوع تاني مختلف بوجوه او شاب جديد زي عصام عمر، موهبه جامده جدا. واحد مع اول ظهوره ليه ككوميدي، بالنسبه لي انا اول مره اشوف ليه عمل كوميدي، يعني انا الراجل بيضحكني جدا، وده صعب جدا على اي ممثل ان هو يعرف يكاتش كده الجمهور على طول من اول بطوله ليه. فبرافو عليه عصام عمر. وده طبعا بدايه من اول ايجابيات هذا العمل. اول ايجابيات هذا العمل طبعا عصام عمر اتكلمنا عليه. وقصه العمل بدون حرق، يعني هو عاطف خريج كليه طب، والده من وهو صغير عمال يحسه ان هو لازم يطلع عالم ويطلع دكتور وكل الكلام ده، وفي الاخر بيطلع له بعد ما اتخرج ان هو هيروح في احدى قرى كفر الشيخ، وان هو هيبقى مسؤول هناك، ان ده يبقى شغله هناك. فيا ترى هيتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ خلاص ده قصه كده بدون حرق، فانا عشان هتكلم في ايجابيات وسلبيات فممكن احرق شويه على اول حلقتين، فانت وقف من هنا لو انت ما شفتش الحلقات عموما. ايجابيات هذا العمل، اول حاجه يا جماعه اهو واضحه زي الشمس. استعينوا بشباب مواهب جامده جدا، استعينوا بمخرجين شباب هتلاقوهم بيطلعوا حاجات حلوه جدا، استعينوا بوجوه شابه كتير هتلاقوا عمل حلو. اي حد شاف فيلم من نجوم التقال الكوميدي في الفتره الاخيره، نقول مثلا مين؟ محمد هنيدي، نقول مثلا بيومي فؤاد، محمد ثروت في الفيلم الاخير اللي نزل في السينما ليهم ده، هل ضحكت في طول الفيلمين دول بقد مثلا 5 دقايق مثلا من مسلسل بالطو؟ ففعلا يا جماعه استعينوا بالناس دي. حتى النجوم الكبار استعينوا بناس جديده لانج، يعني ناس عندهم افكار جديده، افكار هم فاهمين الجيل الجديد ده عايز ايه. فبرافو عليكم كلكم. انا طالع في الحلقه دي مبسوط قوي 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 ان انا يعني مش يعني هو ده مش رايي انا لوحدي، انا طبعا من خلال البرنامج هنا انا بحب اطلع على طول ان انا نفسي اشوف ايه، تبقى ممكن قررت تبقى صح او غلط عادي، بس انا مبسوط ان انا قلت حاجه وطلعت اهي. يعني ده المثال، مسلسل بالطو جميل جدا. اتمنى طبعا على اخر المسلسل يبقى المسلسل حلو، يعني احنا لسه شفنا حلقتين بس، في لسه 8 حلقات بس. على قد ما انا مبسوط على اول حلقتين والنجاح الملحوظ جدا للمسلسل بعد اول حلقتين، حاسس ان دي ممكن تبقى بدايه انطلاقه تغيير المنطق بتاع اللي هو نفس الناس نفس كل حاجه بتاع وكده كده الفيلم هينجح عشان اسم النجم. لا،
احنا عايزين بمعنى اصح ناس جديده، ناس يغيروا يشقلبوا السينما يا جماعه، يشقلبوا التلفزيون، يشقلبوا كل الكلام ده، لان خلاص الحاجات بقت مكرره وبقت بايخه الصراحه. ولكن ما علينا، الايجابيات الاخرى زي ما انا قلت لك، الفنان عصام عمر فعلا ممكن يشيل عمل لوحده بوجه شاب جديد مش نجم، ويبقى فعلا مقبول جدا، مقبول ككوميديا، مقبول كتمثيله للمواقف. يا جماعه المواقف اللي في المسلسل حتى الان بتضحك، مش هقول لك ضحك اللي هو انا كنت بموت وكده، بس بتضحك لان هي نبع عن الواقع جدا. يعني مثلا مشهد وهو داخل المصلحه الحكوميه عمال يروح من ده لده 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 لده، ورد فعله اللي هو طب انت موقفني ليه ساعتين؟ يعني طب ما انا كان ممكن اعمل الكلام ده او تقول لي الكلمه دي من ساعتين اساسا. كل ده يا جماعه نابع عن الواقع، فالواحد بيضحك الصراحه. ونفس الكلام انت بتحط نفسك مكانه، انت هتعمل ايه لو انت في الموقف ده؟ وهي هرجع واقول المسلسل ليه برضو مش مجرد كوميدي فقط لا غير. يعني برغم ان المشهد ده ممكن يكون صغير جدا وما عادوش مثلا يسردوا بتاع ربع ساعه ويفرشوا لك بقى هو طفل كان عامل ازاي وعايش ازاي وكل الكلام ده، مشهد دقيقه ونص جاب لك طفولته وازاي فهمت ان ابوه، يعني حتى لو عاطف ما بيحبش الطب اساسا، بس جاب لك قد ايه غصب الاب ان هو لا انا ابني لازم يطلع طبيب وكل الكلام ده. ودي رساله برضو، دي رساله في نفس الوقت ممكن نشوفها قدام اكتر عموما. بس من اكتر الحاجات اللي عجبتني برضو المسانده للنجوم بقى الكبار التقال اللي بقى اسمهم بارز دلوقتي جدا، دول ان هم بيشاركوا الشباب دي، فدي هو ده الصح، هو ده اللي معمول صح، هو كل حاجه معموله صح بالنسبه لي حتى الان. دور الفنان محمد رضوان انا انبسطت جدا جدا اول ما شفت ان هو اللي قايم بدور والده، ده حاجه انبسطت بيها. ومتضايق ان هو في الاول بيكتبوا ضيف شرف، فحاسس ان هو مش هيطلع معانا كتير في الاحداث قدام عموما. ومن المفاجآت اللي بالنسبه لي الفنان محمود حافظ، وهي مش مفاجاه، هو ما طجنش في المسلسل ده فطالع عادي، وبل بالعكس المشهد بتاعه لما كان بيحط المونوكير الابيض عشان هو دكتور سنان للست الكبيره وبيعمل لها على اسنانها، ده كان مشهد كوميدي بالنسبه لي وضحكت فيه الصراحه. فاتمنى ان الفنان محمود حافظ ما ياخدش الحاجات دي ان هي على اساس انا بضايقك وبتاع، لا انت فنان حلو وكويس وفعلا ممكن يطلع منك كوميديا حلوه، بس بدون تضجين او صوت عالي او الكلام ده، لانه في الاخر ما بيجيبش نتيجه غير ان الناس بتتضايق او لا ده دي افوره ده استظراف والكلام ده. شوف اهو نفس الكلام اللي انا بقوله على مين؟ الفنانه عارفه عبد الرسول. الكوميديا اللي هي هتقدمها في المسلسل ده هو ده الكوميديا اللي تليق عليها، مش كوميديا الفرس. هي مش محمد ثروت، هي مش محمد سعد في الكوميديا، هو ده اللي انا بتكلم عليه، وده اللي مش عاجبني في دورها مثلا في مسلسل لعبه وفيلم 2 الايجار. طبعا شوف الكوميديا اللي هي بتقدمها هنا مش بالصريخ وبتاع ده، ومش باللي هو الانفعالات والافوره دي، كوميديا جميله جدا وسلسه جدا، وهو ده المطلوب تحت مخرج شاب بالنسبه لي من ايجابيات المسلسل. طبعا مخرج عارف يعمل الاحداث بسرعه في خلال حلقتين، والمواقف الكوميديه اللي عمال تشوفها كل شويه في المسلسل، فده يشهد لمخرج شاب واعد باذن الله يبقى جامد جدا. ليه لا عمر المهندس فيما بعد يبقى احمد الجندي بعد 10 15 سنه مثلا. اما برضو اللي انا حاسس هيبقى فيه دويتو كبير جدا ما بين عاطف وما بين الفنان الجميل محمد محمود. الفنان محمد محمود برضو دوره في المسلسل ده عجبني جدا، وحاسس ان هو هيبقى دوره اكبر واكبر خلال الفتره الجايه. طبعا من الادوار اللي انا منتظرها جدا دور الفنان الكبير محمود البزاوي. هل يا ترى هيبقى دوره كبير جدا ولا لا؟ هنشوف كل ده. وفي نفس الوقت كضيوف شرف بقى نتكلم كضيوف شرف، الناس اللي طلعوا حتى الان اكتر ضيف شرف انا انبسطت واتفاجئت ان هو طلع كان الفنان خالد الصاوي. وفي حاجه انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا، دي حاجه مش عارف انا بعملها ولا لا، هي حاجه بعيده عن اللي انا بكلمكم فيه، واتمنى برضو الصناع او المنتجين يفكروا في الموضوع ده لو حد بيتفرج عموما. انا لما بخش كده على المسلسل وبعد التتر وبلاقي ضيوف الشرف بقوم مغمض عيني عشان مش عايز اعرف مين في الحلقه واتفاجئ في الحلقه نفسها. فاتمنى المنتجين ان هم يدوا يعني الشكر والضيف الشرف وكل الكلام ده ممكن يبقى في اخر الحلقه عشان نتفاجئ كده، عشان انا فعلا لما شفت الفنان الكبير خالد صاوي انبسطت جدا الصراحه. فيعني عمل حتى الان ما اقدرش اقول عليه فيه سلبيات كبيره او انا حسيت باي ملل في اي حاجه من الحلقتين اللي فاتوا. واتمنى طبعا ال8 حلقات القادمين يبقى المسلسل في نفس الليفل ده، واتمنى ان انا ما اجيش هنا لما المسلسل يخلص واقول فرصه مهدره وكل الكلام ده. ارجوكوا اتمنى من كل قلبي. وشكرا لكل صناع العمل حتى الان بعد اول حلقتين. وفي نهايه الحلقه بتوع افلام سؤال الحلقه، هل شفت مسلسل بالطو ولا لا؟ وهل انت مع مقوله ان الفنان عصام عمر بيفكر الناس شويه ببدايات احمد حلمي والكلام ده؟ سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات، واهم حاجه رايكم تسيبوه لي تحت وهرد عليكم زي ما احنا متعودين على طول. وسؤال كمان،
ايه اكتر عمل بتحبه فيلم عربي من كتاب؟ سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات. وفي نهايه الحلقه بتوع افلام اتمنى ايه بقى تظبطوا لي لايكات كتيره جدا 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 جدا، وشير وسبسكرايب الشانل لو لاول مره. طبعا عايزكم تشتركوا على الانستجرام بيج وفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول. واحلى مسا عليكم.